التظاهرات واستمرار موقف القادة العسكريين في مصر، كيف ترى الأمور في مصر وإلى أين تتجه؟ الكلام ده متوقعين من بدري، واللي حاصل ده اصلا نحرر المصطلحات شويه. نعم. ده مش جبهه الاسلاميين ولا الاسلاميين ولا الاخوان اللي قدامنا، مصر كلها كل الطوائف. ننسى ان اكثر من 97% من شعب مصر مسلمين. اللي حاصل ده استدعاء تاني للدين المصري الحقيقي، وهم مش واخدين بالهم. هم عاملين زي اليهود، انما يقاتلونكم من وراء جدر او في قرى محصنه. وده اللي حاصل، ليس من الاسلام وليس من النخوه وليس من العسكريه وليس من الفروسيه وليس من اي صفه من صفات الحيوانات ان الانسان يحارب اعزل بكل ترسانه الاسلحه، وما يعنيه ذلك من انشغال القوات المسلحه المصريه عن واجبها الاساسي واستهلاك معداتها وافرادها واسلحتها. ولذلك العدو الاصلي بتاعنا بيرتع دلوقتي في القدس وفي فلسطين بالكامل. هنبحث عن المستفيد، نقول انها خطه ممنهجه من زمان وتطبيقا للشرق الاوسط الجديد، يعني سايكس بوكو جديده. كل باقي قدامهم هو الجيش المصري، وللاسف اتجرى هذا بقياده اتقال انه يهودي واعلن في وسائل الاعلام كلها، ولم يحدث رد بالنفي او الايجاب. انا مش متخيلها ان قائد القوات المسلحه المصريه او وزير الدفاع يبقى هذا موجود وما يردش عليه، غير ان هي المؤامره اللي شغاله باعاده كنز اسرائيل الثمين حسني مبارك، لان كله برجالته بره. ونذكر دلوقتي زي وزير الخارجيه الطفل اللي موجود دلوقتي بيقول هيعمل لجنه تقصي حقائق زي لجنه اورا بتاعه 25 يناير، وهي فين؟ مين اللي هيمسك مين؟ البوليس متواطئ وايده في الدم، ومن زمان الجيش دخل في هذا التواطؤ، فمين اللي هيجيب الحقائق؟ هيجيبه على مين؟ ومين اللي بيعتدي؟ في كلام مسخره اللي بيحصل ده. نعم. في النهاية مع استمرار هذا النهج إلى أين تذهب مصر؟ إلى أين تذهب مصر؟ مصر كلها جاية مش بتذهب. مصر الحقيقية جاية، بيستدعى الدين المصري عشان الناس كلها، وبوجهها لشعب مصر بالكامل، شايفين رجوع القبضة البوليسية والقبض على كل الناس، حتى الإعلاميين اللي مالهمش ولا اخوان ولا حاجه، عمالين يمسكوا في اي حد وقبض عشوائي. واللي قاعدين في البيوت والمصريين اللي مش نازلين مش متصورين ده هيوصلهم. وده استدعاء، وبعد هذا الدم الناس لازم تطلع تدافع ضد هذه الهجمه التتريه، مع الاعتذار للتتريه. ده مجرد تشبيه، لان ده شيء غير مسبوق، اللي بيحصل غير مسبوق. مصر في مرحله مفصليه في منتهى الخطوره، ولن يعيدها إلا هذا الشعب. الناس دي عاملة زي أبرهة والكعبة. لكن في نفس الوقت هناك أصوات الآن تعلو مطالبة بمخرج سلمي، مخرج يقوم على التحرر